الكابتن رضا عبد العال وخناقه على الهوا مع اسلام صادق، ولماذا هزمت البلديه بخماسيه من النادي الاهلي؟ هتضحك ضحك في الفيديو ده بالصحاب والسكريبت اللي متوزع على عفت نصار ورضا عبد العال واحمد جمال. تعالى نسمع الفيديو ده واضحك من قلبك ابو الصحاب، واعمل لايك للفيديو دعم منك ليا انا مش ليه هو خالص، عشان الفيديو ينتشر وعشان يوصل لناس كتير. تعال نسمع مع بعض وبعدين نرجع نرد عليه رد يليق بيه. اسمع كده. بس ده ما يمنعش ان النهارده دونجا عمل يا عم هو بيلعب في حد؟ لا ده فرقه مع كل الاحترام. لا اسمعني. لا اسمعني انت. وعملت اداء هايل قدام الزمالك. بتدافع بس. ايوه طب ما تدافع وانا مالي. قلبي امال اعمل زي البلديه وافتح الخطوط واشيل خمسه في الاخر يا كابتن رضا. يا حبيبي البلديه دي وضع خاص. الترز اللي بينظم هو ده السبب في الموضوع. البلديه لعبه يوم الثلاث مع المصري صح؟ كانت هتلعب يوم الاحد مع سيراميكا، لا اجل الماتش، قدم الماتش ليوم الجمعه. ما حصلش. ما ترجع للجدول عشان يلعبوا الاهلي يوم الثلاث. واخد بال حضرتك؟ 3 ماتشات في 8 ايام. انت عارف لو الزمالك او الاهلي، ده الاهلي لما بيلعب ماتشين. رضا ده ليه علاقه؟ طبعا حضرتك لعبت كوره يا حبيبي. لا ما كنتش بلعب كده. ما كنتش بلعب. انت كنت بتلعب كل 20 يوم ماتش. ايوه ماشي. ما كنتش هلعب في 8 ايام 3 ماتشات. طيب ايوه ماشي. ما كانش فيه البطولات دي يا عم. انت معاه ولا ايه؟ لا مالهاش علاقه. لا ليها. انا لا معاه ولا ضد. ليها يا حبيبي. اسمعني بس يا كابتن رضا. بص ما كانش فيه حجم البطولات دي كلها يا حبيبي. علميا انت عندك لاعب يوم الثلاث، المفروض تلعب يوم الاحد. كابتن رضا لو احمد عبد الرؤوف رسل 10 لعيبه وربنا كان زي هيشيل 6 وربنا. طب اقول لك على حاجه، هيشيل 6. هم مش قادرين، هم نازلين الملعب. اسمعني ده علميا. لان هو احمد عبد الرؤوف عنده كام لعيب؟ 30 صح؟ الاساسي اللي هو بيلعبهم من اول الدوري لغايه دلوقتي هم اللعيبه دي. تمام. اللي لعبوا المصري، اللي لعبوا سيراميكا، اللي لعبوا الاهلي. فنازلين اصلا مش قادرين. هو اتغلب من سيراميكا كام يا كابتن؟ 5-3. طيب يعني دخل فيه كام يا كابتن؟ ماليش دعوه. هو ايه اللي مالكش؟ لا اسمعني بس. ما هو دخل فيه 5 تجوال برضه يا كابتن رضا. ايوه ان شاء الله. يعني ده بسبب ايه؟ سواء على فكره احمد عبد الرؤوف مدرب محترم جدا ومميز جدا. انت ما اختلفناش يا اسلام. انت دربت كابتن رضا. كابتن رضا مالهاش علاقه. هي التدريب مش كفته يابا. ليها العب يوم الثلاث والعب الجمعه. لا العب يوم الثلاث والعب يوم الجمعه. صعب بال11 لعيب. صعب الكلام ده. يعملوا مع الاهلي. يعملوا مع الاهلي. انا مالي بال11 لعيب. انا مالي. انت مدرب. انا طب اديني بقى راحتي. لا العب يوم الاحد. مالهاش علاقه براحتك. لا يا حبيبي. ملهاش علاقه براحتك يا جدع بقى. بطلوا بقى ده طالما ما لعبتوش كوره ما توجعوش قلبنا. لا ملهاش علاقه بالكوره. لا ليها طبعا. ليها طبعا. انت بتتكلم في حاجه يا جدع. طب لما انت لا ملهاش علاقه باللعب واللي ما لعبش. لا طب استنى. ليها علاقه. لا استنى النهارده لو اي حد استنى بس. النهارده الزمالك بيلاعب الداخليه رصل 10 قدام ال 18. الزمالك جاب الجول. انا مالي بقى بالكوره ولا مش كوره؟ لا استنى بس. انا مالي. انا عايز اطلع بتعادل ولا اتغلب 5. لا استنى بس. انت النهارده استنى بس. اختيار رجل المباراه مين يا كابتن رضا؟ هقول لك على حاجه بس. ايه ده؟ بالفرقه الخسرانه. ايه ده؟ وصلي على النبي واسمعنا بدل ما هو انت دلوقتي استنى بس. هو انت يوم الثلاث اللي فات تلغي ماتش الاهلي وطلائع الجيش عشان الاهلي ما يروحش مفرهد او قدام مديامه. فخايفين لان كان ساعتها لو الاهلي اتعادل او خسر. انا ايد اي قرار تاجيل لاي فرقه بتشارك في افريقيا. زمالك بيراميدز اشمعنى الدوري بتاعنا؟ لا استنى. ما الدوريات كلها شغاله. اشمعنى الدوري بتاعنا؟ يعني ايه الدوري؟ يعني انت مثلا من اول حاجه انت شاركت فيها اللي هو كاس السوبر اللي انت بتاع اسمها اتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه. اتاجل ماتشات. واخد بالك؟ وجي بعد كده السوبر الافريقي اتاجل ماتشات. طب ما انت عندك بعد افريقيا احنا خرجنا من البطوله امتى؟ يوم 29 ولا 28؟ 29. طب ما لعبتش ليه الدوري بعدها يوم 2 ويوم 3/2؟ المؤجلات للنادي الاهلي. خفت عشان ان بيرسي تاو وديانج اللي انت ما بتلعبوش ومجمده. خفت ان انت تبدا الدوري عشان ان ما حدش يقول لك فين بيرسي تاو. هو الاهلي يقف على لعيب؟ وكنت بدات الدوري وكنت مشيت وكنت ساعتها جيت قبل ماتش اللي هو شباب بلوزداد وكنت عملت ماتشين للنادي الاهلي في الدوري. كان راح كسب بلوزداد. ماشي. استنى بس.
انت هنا هتقول لي ماشي. ما لعبتش ليه ماتش بتاع طب ما نفس طلائع الطريقه يا الجيش؟ كابتن رضا، طب ما ده نفس ملوش الطريقه علاقة يا يا كابتن. كابتن. لا له علاقه. بطريقة انتوا بتخافوا عشان كابتن النادي رضا، الاهلي. يا اسلام، طب ما الزمالك، ما الزمالك ما يا لعبش. عم ما يعجلش. ايوه كلامك مظبوط، الزمالك ما لعبش اول لا، اسبوع ثواني. بعد التوقف مع فاركو. يلعب. انا مع بقول ان لك مع ان فاركو كان ما عندهاش ارتباطات، لكن الزمالك كان عنده ايه؟ هو انت ما كانش- الزمالك لعب 14 يا ماتش. كابتن بص ماشي على اللي لعب 6 ماشي ماتشات. بس انت ما لما بتقولش بص. لا يا كابتن، ما انت بص كابتن رضا، استنى. لا كابتن رضا، الكلام اللي انتوا والله العظيم ده اللي مضيع الكوره في مصر. الكلام والله ده اللي مضيع الكوره في اللي مصر. انت بتقول اختراع. انا اللي بقول له اختراع. والله ده انا بقول انا بكلمك بجد. انا بقول والله. عشان كده ما فيش ليه بقى؟ منافسة. اسمعني بس يا عشان كابتن كده رضا. ما فيش اهدى منافسة. بس كابتن رضا، هو اي كابتن رضا اعمل لايك للفيديو ده ابو الصحاب، وزي ما انا قلت لك اللايك بتاعك دعم منك ليه عشان الفيديو ينتشر، وانا عارف ان ده سكريبت والله متوزع عليهم كلهم. ويعني حتى قناه الحدث اليوم اللي فيها احمد جمال واللي بيطلع فيها عفت نصار والناس ديت، نفس الكلام ده اتقال هناك. وانا عملت لكم فيديو كتبت لك حتى هتلاقي عنوانه كده عفت نصار بينافس رضا عبد العال، نفس الكلام ونفس الكلام اتقال في الفيديو وانا رديت عليه. فيعني كل فيديو هنطلع نرد عليكم ونطلع نقول لكم ان اللائحه بتقول في الدوري المصري او في اتحاد الكوره بتقول ان انت لو بتلعب في دوري ابطال افريقيا او في الكونفدراليه هتلعب بره هتاخد 4 ايام، هتلعب جوه هتلعب بعد 3 ايام. يعني لو انت بتلعب من الجمعه للجمعه استحاله تلعب ماتش في النص، استحاله. لو انت بتلعب بره وهتلعب من الجمعه للجمعه استحاله تلعب ماتش في النص حرفيا، لان انت لو جيت تحسبها مش هتلاقي اصلا، مش هتيجي. لو انت ماتش جوه هقول لك ماشي. وبعدين احنا كاتحاد الكوره المفروض ننظم يعني ماتشات الدوري او ماتشات دوري ابطال افريقيا معروفه انها بتتلعب يوم الجمعه والسبت او جمعه وسبت، يبقى احنا ننظم الدوري بعيد عن الجمعه والسبت. ده لو احنا عندنا منظومه اصلا، هما كده كده المنظومه ماهيش عارفه اي حاجه، وعلى الله حكايتهم، على الله ان شاء الله، زي بتاعت كريزي دي كده. اه والله العظيم يعني حاجه مش عايز اوصف لك المجمل في الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي عشان خاطر نبين للناس مدى اهميه الكلام اللي احنا بنقوله، واحنا بنحاول نفهمهم، بس احنا عارفين ان هم بيحاولوا يعملوا الكلام ده عشان الترندات وعشان خاطر ياخدوا ترند وعشان يجيبوا مشاهدات بغرض تاني خالص، مش بغرض اصلاح الكرة المصرية او بغرض ان هم يعني بيظهروا حقائق او كلام من ده. لا، هم موجهين ضد النادي الاهلي فقط، موجهين ضد النادي الاهلي فقط قولا واحدا. يعني انت منين بتتكلم عن البلديه خسرت، ومنين طالع تقول طب ما تريحوا؟ طب منين عايز دوري منتظم ومنين عايز تريح البلديه؟ مش فاهم، انا مش فاهم، افهمك انا ازاي يعني. شكرا لكل الناس، اتمنى الناس تعمل لايك للفيديو ده وتشيره في كل مكان عشان الكلام اللي انا قلته ده والله العظيم مهم جدا يا جدعان، والله العظيم مهم جدا 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 يوصل لناس كتير. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.